عسلامة البنات، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وبصحة وعافية، وتكون الوصفات اللي قاعدة ننزل لكم فيها تنال إعجابكم ورضاكم، وعاملين جو وقاعدين نجربوا في اللغات اللي نهبط لكم فيها. اليوم ما جيتش ايدي فارغة، جبت لكم حويجة أما مش تونسية، حويجة من المغرب. مسمن معمر باللحم مفروم وشوية خضرة. الوصفة إن شاء الله ما هيش صعيبة، تنوريكم بالتدقيق كيفاش تعملوها وتنجح لكم بقدرة ربي. المسمن متاعنا مش باش يجيب في القلاية، باش يجيب في الفور اليوم. ما تمشيوش، اقعدوا معايا. وتوا نجيو للمكونات متاع العجينة متاعنا. كيف ما تشوفوا قدامنا سميد وفارينة والملح. خديت 200 جرام سميد أرطب، عليهم 300 جرام فارينة، والملح بتبيعها حسب الذوق. واستعملت زيادة مغرفة متاع ماكلة زبدة مذوبة ومغرفة متاع ماكلة زيت، حطيتهم مع بعضهم كيف ما تشوفوا خلطين. وبتبيعها بيضة، وبالنسبة للماء ماء متلذذ. وتوا نصبوا الزيت والزبدة والبيضة نفقصوها، وبتبيع الملح، ونصبوا الماء، ونبداو نلموا في العجينة متاعنا، ومن بعد نعجنوها بالكدا لين تولي العجينة تترشق في تحت يدينا. كما تشوفوا العجينة عجنتها بالكدا اللي ولات تترشق، لازمها تكون طرية كما هكا وتكون رطبة. توا باش نصب عليها الزيت ونخليها ترتاح باش نخدمها العشية. بعد ما حطينا الزيت على العجينة متاعنا، نحطوها في كيس متاع بلاستيك ونخليوها ترتاح. كما انا عجنتها الصباح باش نخدمها العشية للعشاء. وتوا نجيو للمكونات متاع الحشوة متاعنا. خديت اللحم مفروم، حكيت 200 جرام، والخضرة استعملت البابريكا خضراء وحمراء وصفراء، بون تشوفوا فيها اورانجي طلعت مش صفراء، وشامبينيون قسيتهم الكل دي كوب. وبتبيع البصل، استعملت هوني قزبر ومعدنوس، بتبيع المعدنوس اكثر من القزبر، الملح حسب الذوق، وبتبيع الزيت باش نطيبوا بيه. ونجيو توا للفة حات متاعنا. عندنا هوني كيلت كل شيء بمغرفة متاع قهوة، فلفل اكحل، لي زيرب دو بروفونس اللي تلقاو فيها الكليل والزعتر وكل الحبق وبرشا حاجات حسيلو. هوني عندي فلفل مهروج حار زادا كيف حطيت منه، وفلفل زينة حلو، واستعملت البودر تشوفوا فيها تاع الثوم. انتوما ما عندكمش بودر ثوم تنجموا تستعملوا الواحد الثوم العادي تهرسوها والا تحكوها مش مشكله. حطينا الزيت في القلاية سخن، ومن بعد حطينا الفلفل الكل الالوان الكل ونخليوهم يتقليوا على نار هاديه. بعد ما طيبنا الفلفل متاعنا حطيناه في صحن، سقطناه بالكدا من الزيت، ومن بعد الزيت اللي فضل كملنا توا حطينا عليه البصل، نقليوهم على نار هاديه، نخليوه يتقلى بالكدا. ومن بعد وتوا حطينا الشامبينيون متاعنا، نخليوه يتقلى مع البصل يتقلى، ونزيدوا اللحم. وتوا كملنا حطينا اللحم متاعنا على البصل والشامبينيون، ونخليهم يتقليو على نار هاديه لين يطيب اللحم. وانا هوني زدت مغرفه متاع قهوه هريسه عربي، نتوما اختياري كيف ما تحبوا، تنجموا ما تزيدوهاش. وزدت كملت حطيت القزبر والمعدنوس، حطيت شويه مش برشا منهم، والبقيه باش كملوهم من بعد. وتوا نجيو للعجينه متاعنا. ما شاء الله بعد ما ارتاحت كيف ما تشوفوا فيها وطريه سوبل في اليد، اكله حروشيه متاع السمين كلها تحلت. ما شاء الله، يعني نحس فيها في ايدي تقول ما حطيتش سميد جمله فيها. دهنا البلاصه اللي باش نخدموا فيها. تو باش نقسموا العجينه متاعنا، باش نعملهم صغار. ديجا مانيش باش نعملها الكميه الكلها، مانيش باش نعملها الكلها معمره، باش نخلي كعيبات باش نعملهم عاديين.
وتوا نبداو نحلو الكعيبات متاعنا جويدين. نحلو العجينه متاعنا تكون جويده كيف ما تشوفوا هكايا. من بعد ناخذوا طريف متاع زبده وندهنوا به الورقه متاعنا الكلها ونثنيوها كيما مسلسين نعملوا الملاوي. توا الحشو متاعنا زدت عليه الفرماج الغابري، انا استعملت موتزاريلا، وباش نزيد معاه جوست فرماج لافاش كيري. على فكرة الفرماج نزيدوه وقت ما تبرد الحشوة متاعنا سينون باش يذوب لنا. وكملت هوني زدت حطيت المعدنوس والقزبر. وتوا باش نوريكم الموديل الاولاني اللي باش نعملوا بيه المسمن المعمر. نحلو كعبة المسمن متاعنا كما العادة على شكل مربع، ما نحلوهاش برشا ونجيو نحطو الحشو في الوسط. نحطو كمية لا بأس بها، يعني مش شوية ومش برشا صافا معناها. ومن بعد نجيو نثنيو الأطراف كيف ما هكا، ناخدو شوية من فوق وشوية من اللوطة، وزيد نكملو اللي على اليمين واللي على اليسار. وناخدو زيتونة كسوة خضرة ولا كحلة ونسكرو بها في الوسط كما هكاكا. الموديل الثاني متاعنا حليت الخبزة متاعنا، حليتها معناها أكبر من الأخرى، ديجا تشوفوا فيها شوية شفافة يعني رقيقة. ونحطوا الحشو متاعنا بالطول كيف ما تشوفوا فيها كيفاش نعمل. بعد ما كملنا حطينا الحشو متاعنا بالطول، نجيو توا ونقصوا كيف ما تشوفوا فيها كيفاش نقص، ما نوصلوش للحرف متاع اخر الخبزة. ومن بعد نبداو نثنيو في العجينة كيف ما هكاك بشوية بشوية، نسيسو معاها باش ما تقطعناش، ونبداو نروليو فيها حتى يكشي للاخر متاع العجين. ومن بعد ندوروها، وهيك الزايد هذيك اللوطاني متاع العجينه كان يبدا برشا نقصوه ونستويه. ديجا انا حطيت الفور متاعي يسخن على 180 درجه الفوق واللوطه. وبالنسبه لي دو موديل هذوما الاخرين تشوفوا هذيا كيما ستيل الحلزونه، عملتها كيما الموديل الاخراني وكملت روليتها يعني. ومن بعد باش نفطرها انا ونطيبهم في القلايه. والكاغي كيف حطيت الحشو في الوسط فردته وثنيتها على 4، وبالطبيعه من بعد نفطرها وكيف زيدا باش يطيبوا زوز في القلايه. هذه الموديل نتاع الحلزونه اللي وريتها لكم كيفاش فطرتها وحطيت طيبتها في المقله. ما شاء الله ريحتها فايحه مش نورمال. خليط اصفر متاع بيضة، حطيت عليه شويه فلفل زينه وقطره خل. وتوا ندهنوا بيهم الكعيبات المسمن متاعنا. بالطبيعه قلت لكم حاطين الفور يسخن على 180 درجه الفوق واللوطه. انتم كل واحد الفور متاعو ديما. من بعد شوفوا الكعيبات متاعكم. باش تقولوا هوني علاش عامله كوردون، انا شديتهم بالكوردون خاطر ما حبوش يتسكروا. كان انتم ما تسكروكمش اعملوا كيما عملت انا. وتوا كملت زينت الكعيبتين بالضفيره، زينتهم بشويه جلجلين والكرين دو شيا. شو قداش مزيانين، عطاو منظر حلو الكعيبات. توا خرجت الكعيبات المسمن كيف ما تشوفوا ما شاء الله مزيانين وريحتهم فايحه. انتوما كيما قلت لكم على الفور انتم ديما تشوفوا الكعيبات باش ما يتحرقوا لكمش. شوفوا كيفاش يجي مورق من داخل. حبيباتي الغاليين،
توا جينا نهاية الفيديو متاعنا. ان شاء الله تكونوا استمتعتم معايا بالريسيت متاع اليوم، وتكونوا سمعتوا هيك تقرميشة متاع المسمن، وشفتوا هيك التوريقات اللي في الوسط فيه قوش عليه معناها طايب مخدوم بالبات فويتي اون ديغي ماهوش معناها العجينة الملاوي اللي هي المسمن. حاجة أخرى حبيت نقولها لكم، ما تربطوش رواحكم بالحمى فروم. تنجموا تبدلوا تحطوا اسكالوب متاع الدجاج ولا اسكالوب متاع داوند، وإلا تنجموا تحطوا كبدة زيادة متاع الدجاج، مش مشكل، كل قدير وقدره اللي عندك تنجم تحطوا، مش لازم تحط الحمى فروم. ديما نقول لكم البنات حاولوا تعملوا بالحاجات اللي عندكم، ما تربطوش رواحكم بيا أنا. حاجة أخرى تلقاوها زيادة خفيفة تزوا معاكم للبحر، ولا باش تخرجوا بيكنيك، ولا باش تزوا الصغار المناج، ولا ماشيين بالفيدير، ولا يعني يتاكل على شبع ويتاكل حتى وهو بارد، معناه مش لازم تعاود تسخنوا. وتوا ما بقى لي كان باش نقولكم بسلامه وفي امان الله، ونبوسكم برشا 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 على اللايكات وعلى لي كومونتير ولي روتور اللي قاعده توصلني على الانستغرام. نحط لكم اللين في صندوق الوصف من اللوطه. وتوا ما بقى لي باش نقولكم كان بسلامه وفي امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده وفي وصفه جديده.